لحظة خروج وانهيار أخت الفنانة نيفين مندور في مشهد مؤلم يهز القلوب. ما تم تأكيده رسمياً عن الحادث الذي أدى إلى وفاة الفنانة نيفين مندور من البداية ما صدر من تحقيق ودفن بناء على تقارير موثوقة. ما حدث نفسه هو في صباح 17 من ديسمبر 2025 نشب حريق داخل شقة نيفين مندور بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، في شقة بالطابق الرابع من برج سكني الحريق. تسبب في تصاعد دخان كثيف بسرعة كبيرة داخل الشقة قبل وصول فرق الحماية المدنية. زوجها كان داخل الشقة معها، وتمكن هو من الخروج والاستغاثة بالجيران في المكان. تقرير الطب الشرعي والنيابة. أثبت النيابة العامة في الإسكندرية نيابة المنتزه ثان استلمت التحقيق في الحادث وعرضت الجثمان على الطب الشرعي. التقرير الطبي المبدئي أكد أن سبب الوفاة هو اختناق بالدخان. لا توجد أي شبهة جنائية أو آثار عنف على الجثمان. بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق والفحص صدر تصريح بالدفن استناداً إلى ما ورد في تقرير الطب الشرعي. لحظة الحزن وردود الأفعال. ظهرت أختها تنهار وتبكي بشدة عند نعشها، وهو ما يعكس حزن العائلة والجمهور على حد سواء. نبذة عن نيفين مندور ومسيرتها. نيفين مندور ممثلة مصرية عرفها الجمهور بدورها في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، حيث لعبت دور فيحاء أمام محمد سعد، مواليد أوائل السبعينيات حسب مصادر متعددة. أما عن دفنها بعد صدور التقرير الطبي وعدم وجود شبهة جنائية، تم التصريح بدفن جثمانها وتسليمه لذويها. مراسم الدفن شهدت لحظات مؤلمة، حيث ظهر أفراد العائلة ينهارون من البكاء في وداع صعب. حزن الوسط الفني وردود فعل الفنانين بعد إعلان خبر وفاة نيفين مندور. أقيمت صلاة الجنازة على نيفين مندور عصر يوم الخميس 18 من ديسمبر 2025. تترحموا عليها وتدعوا لها بالرحمة والمغفرة. ما تنسوش لايك وسبسكريب لكل ما هو جديد لحضرتكم. شكرا للدعم. الصور الأول والله. انتوا تمام.